احنا دلوقتي عايزين نقول الصيام عند المصريين القدماء. هل الصيام عند المصريين القدماء كان شبه الصيام بتاعنا؟ كان شبه الصيام بتاعنا، الصيام بتاع المسلمين دلوقتي، لان هم كانوا موحدين. طيب منين عرفنا؟ هنقول الاول دليلنا من القران الكريم. دليلنا من القران الكريم ان ربنا سبحانه وتعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يبقى اذا احنا كتب علينا صيام، هو كتب على الذين من قبلنا بنفس الكيفيه. ما هو ربنا سبحانه وتعالى مش هيكتب الصيام علينا بطريقه وعلى اللي قبلنا بطريقه. وبعدين بعد كده الايات بتذكر ما هو الصيام امتى اللي كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا. ربنا بيقول: شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وبعد كده ربنا بيجيب بقى الحالات بتاعه الصيام. يبقى اذا المصريين القدماء كانوا بيصوموا زينا، ومش بس المصريين القدماء على فكره، الناس اللي بعث فيهم عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام، تمام، كانوا بيصوموا زينا. والناس اللي بعث فيهم سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام كانوا بيصوموا زينا شهر رمضان، ولكن هم اخفوا ده عن الناس اللي بيتبعوه. انما الصيام كله شهر رمضان. طب نيجي بقى عند الادله بتاعت المصريين القدماء. المصريين القدماء كانوا بيصوموا شهر، وكانوا مسميين الصيام صوم اللي هي صوم الامتناع عنه، صوم الامتناع، وام عنه، الامتناع عن الاكل، الامتناع عنه، لان بس الصيام مش بس امتناع عن الاكل. طيب يبقى الاسم اصلا جاي من مصر القديمه. طيب ايه كمان في مصر القديمه؟ المصريين القدماء كانوا بيغنوا في الفتره دي الغنوه اللي هي بتاعت وح وح يح، وح وح يح، يعني تعالى تعالى يا هلال، اللي هو هلال رمضان اللي احنا لحد دلوقتي بنقف نستنى علشان نشوفه، علشان نعرف بدايه الشهر، لان الاهله مواقيت للناس والحج. ربنا سبحانه وتعالى كاتب كده: ويسألونك عن الأهلة في القرآن الكريم، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. طيب يبقى إذا الأهلة دي مواقيت بيتحدد بيها مواقيت حاجات كتير ونسك كتير من اللي احنا بنعملها في الإسلام. فالمصريين القدماء كانوا بيغنوا الغنوة بتاعت وح وح يح، تعالى تعالى يا هلال. هلال إيه بقى اللي احنا نعرفه بتاع الصيام؟ هلال رمضان، تمام؟ فكانوا بيغنوا الغنوة دي، يح يعني قمر. طيب يبقى اذا هم كان عندهم نفس الصيام بتاعنا، وبالتالي كان عندهم نفس الحجه بتاعنا. طيب قصه الحجه دي بقى هنتكلم فيها منفصله شويه عن الصيام، ولكن بنأكد على ان الصيام بتاعنا اللي احنا بنصومه بتاع شهر رمضان كتب على كل من كانوا من قبلنا، من اول نبي لحد خاتم الانبياء سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ثبت جذورك في التراب فأنت باق ها هنا. الأرض أرضك يا فتى، هذه البلاد بلادنا.